طبعا هذا سلم المسعودي احد المرتزقات داخل صنعاء، يفعلون شيلات ويضحكوا على الناس. ها جندي معاه سبيل عبد الملك البوتي، وما راح ارجع الا شهيد او غازي او من ذي القبيل زي حكم الشيلات السابقه. يوم اضيق باب المندب اتوسع قليل. اسمعوا، يهيجوا الناس بالكذب والدج. ايوه الحق واضح، الدج. ايوه يلا هيج الوضع، يلا دق يلا. ايوه صليت سلفي في سبيل الله. وين الله في الموضوع؟ تفجر مساجد الله وتحرفون القرآن وتشتمون في الصحابة وتقول لي في سبيل الله. شيء عقل، بس شوفوا على الألحان يفعلوها. ما بيرجع من المعركة إلا منتصر أو شهيد، وكلهم أي شهيد ايش بطريقة ايش الشذوذ والأشياء القبيحة، وكلهم يروحوا للمحرقة. كلهم يهيجوهم وهو مخزن وحبوب وحشيش. والله العظيم دحنا ندخل البيت الأبيض ونغير اللون حقه ونخليه لون سماوي مثل لون اللي يريد سيدي عبد الملك. كمل. ايوه جندي لابو جبريل. طبعا عبد الملك البوتي اسمه ابو جبريل، هو ما خلفش، هو ممحون بس مسموه زي مقتدى الصدر، اسمه ابو هاشم بس ما خلفش. جندي مع ابو جبريل. شوف كيف يستعبدوهم، كيف يهون جبريل ايش ابن الحرام، يسموا ابو مايا خليفه. نكمل. ايوه طيب الحق واضح، شيء واضح يعني، شيء امامنا. يعني التاجرون بدين تنصبون تسجنون تقمعون تعملوا ما لم يعمله نتنياهو حق ابناء غزه، وتجي تقول لي جندي واضح على منها. والله مصيري اربيك، مصيرنا ندخل صنعاء واربيك وامسح والد والديك ورب الكعبه. الصنعاء تمرض لكنها لا تموت. كل 26 سبتمبر قرب بام. لا رحم الله شفق لكم.